طبعا شاب وفتاة، كام عضو في هذا المنتدى تقريبا؟ هو لحد دلوقتي الاحصائيه 370 في سنه. وسبب ان احنا 370 بس ما وصلناش مثلا ارقام اكتر من كده، ان احنا قافلين على نفسينا. يمكن مها لما اتصلت قالت انا مش عارفه اخش المنتدى، لان هي بتحاول تخش من غير ما تسجل، فمش هتشوف حاجه. لكن اي حد هيسجل هيشوف، فاحنا قافلين على نفسينا منعا لاي حد يخش، يعني ايه يكون داخل لحاجه غير الشعر غير الادب. في جوانب سلبيه برضه انت اكيد في جوانب سلبيه. عكس المنتديات كلها فاتحه على نفسها، فبتواجه مشاكل كتيره. صحيح. طب يعني محمد هرجع لك تاني برضه اقول لك انت كعضو تاسيسي للمنتدى ده، طموحك ايه في الفتره اللي جايه؟ هل هتفضلوا قافلين؟ هل هتحاولوا تفتحوا اكتر؟ تفكر في ايه الخطه بقى اللي جايه السنه الجايه ان شاء الله تحتفلوا بيها ازاي؟ يعني باذن الله السنه الجايه نحتفل بيها واحنا محققين نجاح. واضح ان الشباب كلكم واخدين برد يعني تقريبا يعني. اتفضل يا محمد. خدت البرد وانا جاي. اتفضل يا محمد. باذن الله يعني بنتمنى ان احنا واللي بنفكر فيه ان بكره يبقى نجاحنا اكبر وحققنا انجاز اكتر، قدرنا ان احنا نعبر عن نفسنا اكتر، ويعني نكتسب نحاول برضو يعني ينضم لينا. طبعا خبرتنا احنا لازم تزيد، يعني هو كل يوم باحتكاكنا ولينا من الاساتذه الكبار يعني بنكتسب الخبره. وبالنسبه يعني ايه بنتمنى اللي ينضم لينا طبعا يكون ايه يعني عنده نفس الاهداف ويلتزم يعني ان هو يبقى ايه يعني ماشي معانا على نفس الطريق، ان احنا يعني احنا كحاجه ومحتاجين حاجه برضو، فيعني عايزين نوصل لبعض. هو بنحاول نبسط الموضوع، وكمان ان احنا لينا ديوان موجود دلوقتي. كلكم هتتشاركوا في اصدار هذا الديوان. وكمان الديوان تحت مظله رابطه الزجالين وكتاب الاغاني باسكندريه، مشتركين مع كبار الشعراء. وكل شعر من دول ليه نصوص في هذا الديوان اسمه نجوم في سماء الابداع. ان شاء الله يصدر. احنا هنبارك لكم طبعا قريب، لان احنا طبعا وقتنا بيجري جدا، فاحنا يعني في الدقائق المتبقيه هنسمع كل واحد فيكم في قصيده قصيره جدا ان لم تكن رباعيه. ولكن سعد نختتم بيك اللقاء ونقول لك بالنسبه لك، خد بالك ايمن انت قاعد جنبي وانت تقريبا على العموم سعد اقول لك انت القادم من دمياط، وتحياتنا طبعا لكل اهالينا هناك في كل مدن مصر وفي كل دولنا العربيه. انت عمرك مع منتدى اهل الحاره قد ايه تقريبا؟ والله هو مش فتره كبيره، بس مش فتره كبيره، بس الفتره شهرين شهرين تقريبا. الفترة القليلة دي بالنسبة لي تبقى فترة كبيرة أوي من عمري. تواجدي مع شلة جميلة، صحبة جميلة. شلة على فكرة اللفظ منتدى أهل الحارة بقى شلة جزائرية، شلة مصرية يا عم. يعني ساعة أنت بدأت تكتب شعر من إمتى تقريبا؟ والله هو بدأت أكتب شعر من إمتى، فهو من فترة كبيرة أوي، يمكن 6 سنين. انما 6 سنين فترة كبيرة قوي. مش كبيرة انت طبعا بالنسبة لسنك يعني. نقول انما بدأت اتواجد على النت واتواجد في وسط المنتديات والامسيات، يعني كحضور من سنة او سنة ونص بالكثير. وناوي تنطلق بعد كده ان شاء الله تستمر؟ اكيد. يعني هو انت اصلا يعني شكلك بيقول لي انت خجول اصلا، فكون ان هم قدروا يجذبوك فده شيء جميل. لا بس هو شعر جميل. اكيد طبعا. وسريعا في الدقائق المتبقيه يعني نقول ولو ابيات صغيره. نبدا بقى. انا بشكر حضرتك الاول وزاره اسكندريه على الاستفتاء الجميل اللي اخترته فيه الاستاذ جابر بسيوني. شاعرنا الكبير طبعا كان استاذ جابر هو شاعرنا الكبير وصديقي العزيز، يعني بقول له الشباب على طول على فكره. شعر 2009 يعني. أيوة. شعر العام والاستاذه منال طبعا. يعني بقول لهم الف مبروك. حسن برضه كانت احسن شاعره وبنحييهم كلهم طبعا. طبعا الف مبروك، ودول اساتذتنا واحنا فخورين بيهم وباختياركم الجميل يعني. طب مهري يقول لي الاول كده، انا الاخير بقى. طيب اتفضل. ما بين الخطوه والخطوه كلام حاير بيذبحني وكرباج شوق بيجلدني، اعيد الخطوه من تاني تتجدد فيا احزاني، اقول يا فجر يا مروح ولسه العمر متسوح وانا حاير في اوطاني،
قليل الحال. أشوف الشوق جبل عالي، أمد إيديا وأنخور، أهد جدار بيقتلني ويقطع فيا كل وصال. ألاقي الجرح من فوقي ومن تحتي، فأستعجب وأستغرب على ده الحال. ويبقى الفكر غالبني وأشواقي هنا تجيبني، تطوحني مفاهيمي، يهد الحلم في سنيني. أنا فيني تعزيني مواويلي، وكلمة حق مكتوبة على جبيني. الله، شكرا جزيلا ماهر حامد. محمد علي. يقدر بكرة ما يجيش ويرفض عمري يتكمل، عيشي زي ما تعيشي، سيبي قلبي يتحمل مرار البعد وفراقنا، وادعيلي طريقي يتحول، وعيني تشوف النور، ونظرة عيني دي تطول، وقابلك تاني يوم صدفة زي لقانا في الأول. الله، شكرا جزيلا محمد علي. وسعد الأغا. لا أنا أقول رباعية. يا قلوب بتصرخ ألم، وبكاها نار ودموع، ومهما صوتها عالي عمره ما كان مسموع. مين اللي هيطيبك ويداوي في جروحك؟ ومفيش في وسط البشر واحد ماهوش موجوع. الله، شكرا. يعني شكرا سعد الأغا. فاضل لنا بقى ونحتفل بيك أيمن عمر. انا كنت عايز حاسس بالاستاذ سعيد اللي كان اتكلم على الشباب اللي هم بيكتبوا قصص سياسيه كده، بيضايقوا ان يلاقي واحد شاب مصري زعلان من مصر. فانا ما تزعليش يا بحاديه هو القصيده دي. اتفضل. بقول وادي حدقه اكلها بدق، اموت ولا اخون الحلوه بلادي، مصر الغاليه ام الدنيا خيرها عليا وعلى اولادي. مصر حبيبتي لو ظلمتني بزعل منها زعل العادي، واسمع صوتها في شدة تنادي، اقول يا حبيبتي اجري عليها ويبكي فؤادي، اضم ترابها واغسل بابها بدموع عيني واغني لها بلادي بلادي. الله، انا شايفك عايش بايديك. وشكرا يا شباب. شكرا لحضرتك. الله.